والله العظيم. مستنيين مني ان انا اتكلم صح؟ دي فضيحه. دي فضيحه. فضيحه بكل ما تحملها الكلمه من معنى. دي فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. دي كارثه. يا جدعان، هي دي الناس اللي احنا وثقنا فيهم؟ دول اللعيبه اللي احنا شلناهم فوق راسنا؟ هو ده النني بتاع ماتش فرنسا واسبانيا واوزبكستان وباراجواي والدومينيكان؟ هو ده منتخب مصر؟ لو هو ده مستوانا يبقى شكرا. لو هو ده مستوانا يبقى شكرا. ما تنافسش على اي حاجه تاني. ما تنافسش خالص نهائي. لا تدخل الاولمبياد ولا كاس ولا اي مصيبه. بس ده مش مستوانا. ده مش مستوانا. ده مش مستوانا ليه؟ لان المنتخب ده هو المنتخب اللي لعب قدام الدومينيكان، المنتخب اللي تصاعد اداؤه قدام اوزبكستان، المنتخب اللي كمل وكسب المنتخب الاسباني. زي ما التاريخ هيذكر وهيكتب وهيقول وهيحكي، وهنفضل نتكلم لعيالنا وعيال عيالنا عن ان منتخب مصر كسب منتخب اسبانيا، برضه هنقول ان احنا خسرنا من المغرب في نفس السنه 6-0. 6-0 مع الرأفة. مع الرأفة. ومين اللي هيتشايل الليله؟ ومين اللي هيتشايل الطين؟ ومين اللي هيتعمل معاه الجلاشه؟ زي كل مره وزي كل بطوله هنضحي بمين؟ بالمدرب. عشان لعيبتنا مش قد ان احنا نضحي بيهم. الماتش اللي فات السبب في خروجنا وان احنا نلعب على الثالث والرابع عمر فايد، والناس خافت تتكلم وخافت تقول، واللي قال كده مين؟ يوتيوبر. اللي قال كده هم اليوتيوبر. اما الاعلاميين على التلفزيون خافوا ان هم يتكلموا، ولا حد يتكلم. الماتش ده محمد طارق بعيد. اعلام، يوتيوب، زفت، خرا، اطران، سوشيال ميديا، خرج على دماغ الجهاز الفني. بنقول محمد طارق تعبان مولع. محمد طارق لو كان في الخير ما كانش سابوا الزمالك وهو في اشد الحاجه لمساكين. لاعب النني. لاعب النني. بس لاعب النني ليه؟ ما انا لاعب محمد طارق جنب حسام. حسام اللي في المباراه دي نسي ان هو حسام عبد المجيد متيب، وافتكر حسام عبد المجيد الزمالك. والنني نسي نسخة المنتخب الأولمبي ورجع افتكر في دماغه كده نسخة فيتوريا. لو انتوا مش شايفينها فضيحة يبقى أنا حمار ما بفهمش كورة. لو انت مش شايف ان الهزيمة من منتخب افريقي مش اوروبي ومش منتخب افريقي قوي طبعا، كل الاحترام والتقدير للمغرب، كل الاحترام والتقدير بس انت ما خسرتش من فرنسا الستة دي. ده انت فرنسا اديتك 3 بعد معاناة. بعد معاناه. ده انت وصلتهم لشوطين اضافيين. المغرب عريه في الشوط الاولاني في الدقيقتين 2-0. في الشوط الاولاني الثالث في الرابع في الخامس في السادس. مين اللي سجل الخامس والسادس؟ اكرم المدافع واشرف حكيمي الباك اليمين. دول اللي جابوا الخامس والسادس. فين بقى مصر؟ مصر. مصر. انا هقفل عشان ماتش كلام يزعل.